السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل عشاق النخيل في كل الوطن العربي. النخل ده سيوي عندنا في منطقتنا لتربية الفصائل. صاحب النخلة كان بيقول لك النخلة دي المفروض ما تقلعش منها فصائل إلا لما تطرح. النخلة دي عمرها 5 سنين ولسه ما طرحتش. قلعنا منها 4 فصائل أو 4 فصائل، ومن النقطة اللي هناك دي 6 ما شاء الله. وكده بتاخد سبخة اهي ما شاء الله. صدقات يا معلم محمود. تسلم تسلم. سبق بتاع عقول والله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب ويطرح لك البركه يا اخي. كده بتاخد سبخه اهي بعد الرش حشري وتعقيم بكبريت. حطينا لها بروتين ما يعادل بروتين سبخ، وهيتردم على السبخ ده لحد نص الفصائل المعلقه. للاسف الشديد الفيوميه، وفي حد كان بالفعل كان هيعدم الفصائل دي وبيقول لصاحبها ان بتقولوا عليها ايه هنا في الفيوم يا باشمهندس؟ كان بيقول لك عليها ايه يا باشمهندس محمود؟ سرطانات. وفي ناس تاني بتقول ما هي دي كانت طالعه يعتبر في القلب، بس لما الفصائل اللي تحت اتقلعت تحس انها دي الفصائل دي يعتبر تاني فوق في النخله. هو ده يعتبر النخله بعد ما تخلى من الفصائل دي تبدا تديك انتاج ما شاء الله. وللاخوه اللي بيقولوا ان انت بتنزل على النخله، انا مش نازل على النخله ولا حاجه. التنظيف ده المفروض انا لو انا اللي هقص انا ما اقصش منها ولا جريده والله. ده الاخ محمود الله يبارك له هو اللي كان قصص ده كده. ده حتى كان فيه كمان سايب جريد كمان بسلته كمان في النخله، وكان قطع الجريده بس احنا برضو ردعناها ونظفناها وما شاء الله، وخدت سبخه اهي ما شاء الله على اكمل وجه. اهتموا بالنخل يا جماعة والله. النخل من أفضل الأشجار المعمرة. النخلة دي للأسف لقينا فيها إصابة سوسة، بس الحمد لله إصابة خفيفة، فبإذن الله إن شاء الله لحقناها الحمد لله، وربنا يا رب يبارك. لا احنا ده قالها الدكتور محمود نخلة مش أي حد يعني. وخلو عيد كمان أهو، البروسوفير عيد. يا بروسوفير ما تبص كده طيب وبدنا خيرك يا خال. ما شاء الله منور الدنيا كلياتها شيباني.